كان هناك راهب عبد ربه 70 سنة، ثم جعله الشيطان يسجد له. لكن قبل أن نبدأ، ضع لايك واستغفر الله في التعليقات. جاء رجلان من بني إسرائيل للراهب وطلبا منه رعاية أختهما أثناء سفرهما. في البداية رفض، لكنه وافق بعد وسوسة الشيطان. بنيت للأخت صومعة بجوار صومعته، وبدأ يقدم لها الطعام من بعيد. مع مرور الوقت دفعه الشيطان للتقرب منها أكثر، حتى وقع في الخطيئة معها فحملت. عندما أدرك الراهب حجم الكارثة، وسوس له الشيطان بأن الحل الوحيد هو قتلها لإخفاء الجريمة، فقتلها ودفنها سرا. عندما عاد الإخوة أخبرهم الراهب أن أختهم ماتت ودفنها، لكن الشيطان كشف لهم الحقيقة في المنام وأرشدهم إلى مكان دفنها. قبض على الراهب وحكم عليه بالإعدام. ظهر له الشيطان وعرض عليه النجاة بشرط أن يسجد له. سجد الراهب، فضحك الشيطان وقال: إني أخاف الله رب العالمين.